ضغط دم. ربنا يستر بقى. خلي بالكم يا جماعه من قانون التحرش الجديد. خلي بالكم من قانون التحرش الجديد، قرب يتوافق عليه، كله يخلي باله من نفسه. الاخوه الساده مندوبي احبك يا ابيض والحاجات دي، وعلى فين طعم وكل الاستظراف ده خلاص خلص. القانون الجديد هيعتبره تحرش، ايذاء نفسي وبدني للستات اللي في الشارع. يا فرحتكم يا فرحتكم. والعقوبه هتتضاعف في القانون الجديد ل4 سنين. يا ويلك يا سواد ليلك لو واحده معديه في الشارع واثبتت انك طحنت مشاعرها الليمفاويه او اذيت العصب السمبثاوي المدفون. العصب السمبثاوي المدفون في الغدد الصماء. يا ويلك بمرورك جنبها يا سافل كده، بمجرد خلاص الله يرحم ايام التحرش. النظره هتبقى تحرش، الكلمه هتبقى مضايقه ليها، اللمسه هتجنن اللي جابوها. نصيحه اخويه بقى، بلاش تقرب من ست تلاقيها ماشيه، يعني لقيتها ماشيه على الرصيف انزل واتقي شرها. واخد في وشك ومستعجل خبطت في واحده زميلتك في الشغل، قدم استقالتك. برجر محاكم وهتتبهدل. بصيت في نظرك قلت تجامل جارتك الست مسوسن بكلمه طيب خاطرها المجروح، وبصيت لك بصه مش هي. عزل عزل وارحم شبابك. خلاص القانون الجديد نيو لوك ومختلف يا جماعه والله العظيم. وانا عارف القانون ده مش هيستمر كتير. والله هم 4 5 سنين وهتلاقي الستات واقفين مظاهرات رافعين اين المتحرشون؟ فين المتحرشون؟ البوسه دي للرجاله بس عشان